السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للأهلي، 4 وسيراميكا 1 يتيم. طبعا احنا مش عارفين نتفرج على الماتشين، احنا اتفرجنا على ماتش وانا كل واحد بيتفرج على اللي عايزه. الزملكاوي بيتفرج على الزملكاوي والاهلاوي بيتفرج على الاهلاوي. انا بتعجبني ماتشات الاهلي طبعا، فاتفرجت الحمد لله استمتعت. بس انا كده بديت اللي خلاني طلعت اتكلم معاكم. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر، يعني ده رجاء مني، اسمعوا الفيديو للاخر، ويا ريت يتشير ويوصل للكابتن رضا عبد العال ومسمي راسه رضوى. وطبعا اللي خلاني طالع بتكلم ان رضا عبد العال، كابتن رضا عبد العال نحترمه معلش. طبعا كان يقول لك ايه، قال لك اللي بيخلوا الاهلي بيلعب الماتشات الخفيفه الاول، فليه ما لعبوش الماتشات التقيله اللي زي سيراميكا وزي فيوتشر وزي سموحه وزي ده كله. طب الاهلي بيلعب التقيله هو يا كابتن رضا، ولا يقولوا يا كابتن رضوى، بيلعب الاهلي التقيله هو، بدل ما كان بيفوز بالواحد بيفوز بالاربع. فانت ايه رايك دلوقتي؟ عشان انت بتثبت للناس كلها يا كابتن رضا معلش، يعني انك انت راجل ما بتفهمش من ساعه ما هبطت طنطا. انت عامل نفسك بس متخيل حاجه كده، بتضحك على نفسك بيها، انت بتضحك على نفسك يعني. زي ما بيقولوا ايه الهجاص، زي فعلا الهجاص. وقف معلش انا قطعت الفيديو، كان في حاجه كده. فانا ان شاء الله اديني بكمل معاكم، ويا ريت تسمعوا الفيديو للاخر. فطبعا كابتن رضا عبد العال دلوقتي ما هو مش عارف نفسه، هو بيضحك على نفسه. واللي بيضحكوا عليه اكتر اللي هم بيتابعوه، اللي هم الراضعين معاه من جاموسه واحده يعني، هم اللي بيشجعوه ورضعوه ومتابعينه. فطبعا انا دلوقتي اتفرجت على ماتش الاهلي، انا سمعت ماتش الزمالك ما سمعتوش، بس جاتني اخبار ان هو ايه، الزمالك اتغلب 2-1. فالزمالك لازم يرجع، الزمالك لازم يرجع. وعشان يرجع الزمالك لازم النادي يتبني من جديد. وعشان النادي يتبني من جديد بيحتاج له 2 مقاولين، محتاج 2 مقاولين عشان يبنوا النادي من جديد. والجدع يفهم. والزمالك اتغلب 2-1 والاهلي فايز 4 يتيم، 1 يتيم. فالحمد لله رب العالمين، اللي ان شاء الله ما كملتلكمش كلامي. فان شاء الله بعد ما النادي يرجع بتاع الزمالك ويحتاج 2 مقاولين، الكابتن محمود الخطيب بيقول انا ممكن هاخد النادي وهدينه احمر، يعني ممكن يشتري نادي الزمالك وهيدهنه احمر. فانتوا دلوقتي حاجه صعبه، حاجه مش صعبه يعني، الحمد لله. هم 2 مقاولين بس اللي محتاجينهم، ولما يطلع النادي ويتبني الكابتن محمود الخطيب هياخد النادي وهيدهنهولكوا احمر، وهتبقوا 100 احسن من الوز والبط والسمك والكشري وكل شويه. بعد كده هتجيبوا فيه عربيات حناتير بتاعت زمان، هتوقفوها فيه دو عشان بدل التكاتك والحاجات دي بره. هتجيبوا فيه عربيات حمير، عربيات حناتير بتاعت زمان دي. طبعا الناس القديمة تعرفها، تعرف الحناتير بتاعت زمان، أحلى أيام وأحلى متعة. وده نادي الزمالك ده باقي فيه تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. كل واحد عنده مشروع أو في حاجة مشروع في دماغه يروح نادي الزمالك يعمله. فعشان كده مع الكابتن محمود الخطيب هيشتريه ويدهنهولكم احمر. بعد كده هو يعرف يشغل النادي ده، هو اللي يمشي الناس اللي فيه ده كله، والسمك والبط والكلام ده كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.